ولم نحن الحمد لله لم ندعو إلى التظاهر. 2، لم ندعو إلى التسليح. اصبروا ولا تجزعوا، ولو سجنتم ولو قتلتم ولو درست ولو هدمت بيوتكم، اصبروا هذه النداءات. وأول منادين بعدم التسليح، ولكن هكذا وقع القدر. على كافة النساء وعلى الرجال وعلى الشباب أن يتسلحن بأي سلاح كان، وسبق أن قلنا حتى لو كان بالزيت المغلي، أحسن ما تذبح أولادك اقتل لك 1 2 3 4. ولم نحن الحمد لله لم ندعو إلى التظاهر. 2، لم ندعو إلى التسليح. يا سلمية أين أنتم؟ انزلوا وظاهروا بالسلم دون أدنى عنف، وادخلوا المساجد واخرجوا. فأحصيت المفاسد. كم المفاسد؟ سيقتل 100,000. نعم. واضربهم ب2 200,000. وهدية للأمن 300,000 و700 جريح يقتل. وهذه مفسدة كبيرة. نعم. ما أنكر، والله مفسدة كبيرة. لازم الآن نحن ننطلق، يعني أن هذا أمر عظيم. أيوة لا شك. هناك سيتولد على ذلك أيتام، سيتولد أرامل، سيتولد فقر، لأنه يموت عائلهم، يموت هذا حزن كبير. هذه المفسدة العظيمة في قتل 300,000 كده حسبتها، 700,000 جريح، سينقص من عدد سوريا 23 مليون، سيصبحون 22 مليون. نعم. جميل. وتعود لهم حريتهم، وتعود لهم كرامتهم، وتعود إليهم عدالتهم، ويعود إليهم اقتصادهم. إذن هذا يجوز شرعا. يروح واحد وهم يعرفون هذا مكتوب في الفقه. شو هذا؟ الرجال بيروح بحاله بيحسب، ما بيقعد على الكرسي يقول يا مسلمون قوموا إن سوريا تقتل، إنها تذبح، إنها تفجر. قوم أنت روح على سوريا وجاهد، مو تقعد على الكرسي. والله إن استمر هذا لأعلنن الجهاد والنفير العام، وألعن كل من لا يأتي إلى الجهاد إلى سوريا، وألعن كل من يمنع ذلك. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أفتى بجهل وتسبب في قتل رجل واحد، فكيف الأمر الآن لمن يفتي بجواز المظاهرات والخروج على الحكام ويتسبب في قتل مئات من الناس؟ من هو هذا المفتي؟ هل هو أهل للفتوى؟ هذا يتحمل ما يحصل من القتل ومن الضرر، يتحمل الناس والعياذ بالله. على الإنسان أنه يعرف قدر نفسه ويخاف من الله عز وجل، ولا يفتي إلا بعلم. نعم. ويتراجع مع العلماء ويتشاور معهم. مسألة ما هي سهلة، مسألة خطيرة ترتب عليها مصير أمة، هلاك أمة، ترتب عليها ضياع أمن، ترتب عليها تسلط اللصوص والأعداء والهجومات. بس مظاهرة وبس. هذا بلاء البلاء وفتنة الفتن، وما عرفت صاحب فتنة أضر بالمنهج السلفي وأهله مثله. عدنان كله كذب ومراوغات وتلبيس وفتن. فاحذروا هذا الدجال، احذروه شد الحذر. وهناك كتابات وأشرطة سوف تصلكم إن شاء الله لتعرفوا أن هذا دجال العصر. هذه قواعد عرعور. نعم. نعم هي قواعد. نعم قواعده. نعم شيخ. اي نعم، هذه مرفوضة وباطلة كلها، مرفوض عليها الآن، كتب عليها كتابات. وما قولكم فيه يا شيخ؟ هو أصله ما هو بعالم، هو جاء إلى المملكة باسم حرفي أو محترف، وبعدين أظهر ما عنده من الأهارة والمال. يعني نصيحة أخيرة تختار دروسه أم لا؟
يعني هنا يأتي إلى أوروبا، فهل يعني تنصحون الشباب السلفي بحضور دروسه؟ أنصح الشباب السلفي بمقاطعته وعدم حضور دروسه. الشيخ متى في الشيخ حنان هرهوب؟ تكلم فيه الناس وأنا يعني لا أعلم عنه، لكن تكلم فيه بعض الناس. نعم. وتكلم فيه الشيخ الفوزان والشيخ الضيان ومحسن العباد وغيرهم، فهل الشيخ تنصح به أم لا؟ هؤلاء العلماء الثلاثة عندنا ثقات. والشيخ حتى الشيخ ربيع تكلم فيه. أقول هؤلاء الثلاثة عندنا ثقات. هل لا نسمع له يا شيخ؟ نعم. هل نسمع له؟ نصحونا هم يا شيخ بعد ما سماع الأشرف وتركي. لو نصح لهؤلاء لأخذت بنصيحتهم. جزاك الله خير يا شيخ. لأنهم علماء ثقات.